السلام عليكم يا احلى متتبعين، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غريبه البهله بواحد الطريقه اللي هي سهله ناجحه مليون في المئة، بدون صفيحه وبلا ما نبيتوها. مذاق اللي هو متميز، تجي هشيشه كتذوب في الفم. نتمنى البنات انكم تجربوها لان تستحق التجربه. وبسم الله على بركة الله. غادي ناخذ واحد القصريه، غندير فيها 125 غرام ديال الزبده مارغرين. غادي نحاول نقطع على هذا الشكل، وغادي نضيف ليها كاس ديال السكر حبيبات. بالنسبه للتنسيم غادي نحتاج واحد الكيس ديال السكر فاني، وطبيعه الحال غادي نضيف هنايا واحد القبيصه ديال الملحه باش نصحوا الذوق. غادي ندوز دابا باش غادي نخدم معكم هاد المكونات ديال السنيده والزبده، يعني نحاولوا نخدموهم مزيان حتى نحسوا بهذيك السنيده ديالنا والزبده انهم دابوا وحصلنا على واحد الكريمه. ضروري من هاد المرحله، وإلا بغيتو تسرعوا العمليه يمكن لكم تستعملوا العجانه وتخلطوا فيها. انا اكتفيت غير باليد ديالي. غادي نضيف هنايا واحد الكاس ديال الزيت النباتيه اللي غادي نخدموه حتى هو بنفس الطريقه، يعني ضروري غادي نخدموا هاد السنيده والزيت والزبده تنحصلوا على واحد الكريمه كيف ما تلاحظوا معايا، وغير بالحراره ديال اليد. وطبيعه الحال خاصنا ضروري هكذا نكونوا مخرجين الزبده من قبل من الثلاجه باش تعاوننا في الخدمه. غادي نضيف هنايا واحد الكيس ديال الفلون كراميل اللي تعطيني هاد الحلوه، واحد اللون وواحد المذاق اللي هو خطير البنات. غادي نضيف كاس ديال اللوز اللي غير مسحته وهرمشته على هاد الشكل، وكاس لارو ديال السنيده غير سخنته غير واحد شويه صافي وضفته. غادي نخلط هاد المكونات اللي عندي كاملين كيف ما تلاحظوا معايا غير باليد ديالي. راه فاش نوصلوا لهاد المرحله يعني صافي الزبده راه تتولي عاطيانا الضوء وتيسهل علينا ان نتحكموا في الخليط ديالنا. بالنسبه للدقيق انا غادي نضيف غير شويه بشويه كيف ما تلاحظوا معايا، وغنقول لكم بالضبط شحال هزات ليا. كما تنعرفوا ان الغريبات تيحتاجوا الدليك عكس الصابلي ولا الحلويات الاخرين، يعني نحاولوا نخدموا الغريبه ديالنا في هذه المرحله مزيان، نحاولوا ندلكوها. وبالنسبه للدقيق كما قلت لكم يعني غادي نبقاو نضيفوه فيه غير شويه بشويه حتى نحصلوا على الخليط اللي بغينا. غادي نضيف هنايا واحد 2 خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام، يعني المجموع ديال 16 غرام. غادي نضيفوهم مع الدقيق، وغنضيف المكون اللي تيعطينا واحد التفرقه على هاد الغريبه ديال البهله، هو راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى حبيبات. غادي ندخلوا هاد الدقيق كامل غير برؤوس الاصابع ديالنا كيف ما تلاحظوا، وحنا تندلكو في نفس الوقت. يعني ضروري من هاد المرحله لان الغريبه تيحتاجوا الدليك. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي هزت لي هاد الغريبه هي 600 غرام، يعني 6 ديال الكؤوس بعباره العنبه. غادي نخدموها مزيان. انا راه ما تندوزها لا في حكاكه لا في والو. هاد الطريقه سهله البنات ومضمونه وناجحه من اول تجربه. يعني راه حنا تنبقاو نضيفو الدقيق في الدقيق حتى نحصلوا على الخليط ديالنا. وبالنسبه للدقيق البنات قلت لكم 600، يعني راه تيبقى على حسب الدقيق واش تيشرب او لا. وباش نعرفوا ان الخليط ديالنا ديال الغريبه راه كافي الكميه ديال الدقيق اللي دخلنا، يعني ضروري غنحاولوا هكذا نشكلوا شي وحيده باليد ديالنا. صافي البنات هنا كما تلاحظوا معايا من بعد ما دخلت الكميه ديال الدقيق غادي ندوز هنايا باش غادي نعبر هاد الكويرات ديال الغريبه باش يجيونا قياس واحد. انا بالنسبه ليا استعملت فيهم هنايا ما بين 27 حتى ل 28 غرام، يمكن لكم ديروا. بالنسبه ل 28 راه تتجي غزاله البنات، تتجي عبر هو هذاك، وتتجي حتى زوينه في الشوفه وفي الشكل ديالها. يعني ما غاديش اللي بغى يدير اكثر من هذا القياس له الاختيار. المهم انا درت 28. غنكملهم كاملين بهذه الطريقه، يعني غادي ندوز غادي نعبرهم. واللي ما عندهاش الميزان طبيعه الحال راه يمكن ليها دير غير عينها ميزانها. وفي هذه الاثناء البنات ضروري خاصنا نديروا الفران يسخن. كما تنعرفوا ان الغريبه ديال البهله يعني ضروري الفران خاصو يكون سخون من قبل باش ملي ندخلوا الحلوى ديالنا الفران
تفرقع لينا دغيا ونحصلوا على هذاك الشكل اللي بغينا. صافي البنات كما لاحظتوا معايا من بعد ما عبرت هاد الحليوات ديالي كاملين غندوز دابا باش غادي نشكلهم هكا على شكل كره ونضغط عليهم واحد شويه باليد ديالي. انا بالنسبه لي راه ما تنستعملش الصفيحه نهائيا وما عنديش يعني غير لاطه عاديه، وهانتوما غادي تشوفوا معايا النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها. غادي نستمر بحال هكا بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. وبالنسبه لهاد 125 غرام راه تتلوح لينا واحد الكميه اللي هي كثيره البنات. ونعاود نأكد عليها ضروري ان الفران نكونوا مسخنينه من قبل. وبالنسبه للحلوه ديالنا يعني كما تنعرفوا ان الغريبه راها تتبغي الفران يكون سخون. وانا غنشارك معكم واحد الحيله اللي تتعاوننا ان الحلوه ديالنا باش تفرقع. تنحاولوا نضغطوا عليها بهاد 3 الصبيعات ديالنا يعني بحال الشكل ديال المثلث من الفوق وصافي وتندخلوها للفران. بالنسبه للفران ضروري نكونوا مشعلينه من قبل. تنعاود ناكد عليها. بالنسبه للاطه ديال الحلوه يعني الحلوه خاصها تكون هكذا في الجهه التحتانيه والعافيه فوق منها، يعني نخليوها حتى تبان لينا انها تفرقعات ومن بعد عاد تنطلعوها للجهه الفوقانيه وتنقصوا عليها العافيه مزيان حتى تبان لينا انها تحمرات من برا ومن الداخل. يعني العافيه ضروري خاصها تكون مهيله باش ما تلهبش لينا الحلوه ديالنا وتحرق لينا. هنا كيف ما تتلاحظوا الحليوه ديالي راه طابت خرجتها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه راه تجي كلها مفرقعه. بالنسبه لهنا التصوير راه ما عطاهاش الحق ديالها، راه مباشره البنات راه تجي غزاله شيشه. وبالنسبه للناس اللي ذاقوها عندي او خداوها من عندي كوموند راه عارفين الحلوه ديالي ديال البهله كيفاش تجي. يعني ما كاينش اللي ما تيذوقاش عندي وما تتعجبوش. نتمنى البنات انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. وراه تتجي خفيفه البنات يعني ما تجيش ثقيله من الداخل وتتجي محمره. نتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الغريبه ديال البهله لان مقاديرها مضبوطين وناجحين. وما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات ديالكم وتنقول لكم شكرا ومع السلامه.